صباح النور والسرور عليكم جميعا. الكلام اللي هقوله في الفيديو ده كان المفروض ان احنا نطلع بيه لايف او نعمل بيه محاضرة مجانية من المحاضرات بتاعت عطر الياسمين عشان نتكلم فيه باستفاضة اكتر. بس حسيت ان انا مش عايزة اخد وقت في التجهيز، ولا حتى الفيديو ده هيتعمل له مونتاج ولا اي حاجة. حبيت يكون حقيقي كده زي ما هو وفي وقته دلوقتي، وانا حاسة بكامل طاقة الكلام ده عشان ان شاء الله يوصل لكم بنفس الطاقة اللي عايزة انفقها بيه، بنفس طاقة النفع دي يا رب بإذن الله. بعد بوست المحطات، البوست اللي اتكلمت فيه على ان في اوقات بيكون آن اوان ان انتي تتحركي من محطة لتانية، وان دلوقتي هو الوقت المناسب ان انتي تاخدي خطوة مش عايزة اقول المجازفة، لكن خطوة التطوير، خطوة النمو، خطوة ان انتي بتتنقلي خلاص وبتسيبي المحطة اللي انتي فيها. سواء كانت لانها خلاص خدتي منها كل النفع اللي ممكن تحصلي عليه، سواء لان انتي اديتي فيها كل الدور اللي تقدري تنفقيه ومفيش اكتر من كده، سواء لانها خلاص بدأت تستنفذ من طاقتك ومن انسانيتك وتيجي عليكي بدل ما تيجي ليكي. ايا كان الاسباب، وقلنا اسباب كتير. الحقيقة ان ما كنتش عارفة ان البوست ده هيعمل القلق ده كله، وبدأت تجيلي اسئلة على امور او تفاصيل خاصة بمجالات مختلفة وبحيوات مختلفة، لأشخاص يقولوا لي طيب هل كده وقت ان انا اسيب المحطة دي؟ هل كده وقت ان انا اسيب العلاقة دي؟ هل ده وقت انا قلت محدش يقدر يعرف ده غيرك انتي وغيرك انت. لكن في علامات وفي صوت بيكلمنا مش بالكلمات، بيكلمنا بطريقة تانية، بيقول لنا بيها ان ايوه ده الوقت المناسب، وايوه ده الاوان اللي انت حان ان انت تتنقل منه من محطة لتانية. بيكون صوت نفسي الحقيقية، مش السوشيال سيلف، مش نفسي اللي هي بتكلم المجتمع، مش نفسي اللي هي بتتجمل، مش نفسي اللي هي بتحاول ما تظهرش كل اللي جواها في اوقاتها المختلفة. مش الصوت اللي جوا، بتكون الصوت بقى اللي بيكلمني ده بيكون هو صوتي الحقيقي، صوت نفسي الحقيقية. مش بيكلمني بالكلمات، بيكلمني بعلامات تانية. العلامات دي ممكن تبقى ان انا بلاقي نفسي بروح الشغل ده او المكان ده او اتواصل مع الناس دي وانا مش مبسوط، وانا مش بكامل طاقتي، وانا مش رايق، مش عارف ليه. لما برجع بحس نفسي همدان وزهقان وحاجات كتير جدا مضايقاني وانا مش عارف هي كانت عاملة كده ليه. بلاقي جسمي بيتكلم معايا وبيقول هي الدبانة مصرة تطلع معانا في الفيديو وانا مش حاسباها عشان قاعدة بره، فهي هخليها معانا مش هشيلها لكم في المونتاج. بلاقي جسمي بقى همدان تقيل ومتضايق وعمال يقول لي انا تعبان، انا بشتكي، انا مش مرتاح، وانا مش لاقيه سبب صحي حقيقي واضح لي بيقول لي ده. بلاقي نفسي ما عنديش فرصة ان انا اجدد او ان انا ابدا اطور من اللي كنت بقدمه، من اللي كنت بعمله. عارفه ان قدراتي ومهاراتي تجيب اكتر من كده، بس لاقيه نفسي ما عنديش الشغف ان انا انفق ده. مش حابه ان انا اعمل حاجه جديده، مش حابه ان انا اطور في المجال ده او في الشغل ده او في العلاقه دي او مع الاشخاص دي. مش حاسه بان انا عايزه اعمل تجديد. وعلامات كتير تانية. من فترة كنت قريت كتاب كان بيتكلم عن الفرق ما بين الأمرين. الحقيقة إن إحنا كل فترة كده بيتنزل علينا وعي جديد للحاجات اللي إحنا بنتكلم عنها. ثانية رجعت تاني، كنت بقول لكم إن إحنا كل فترة بيتنزل علينا ممكن تكون حاجة قريناها قبل كده، سمعناها قبل كده، اتعلمناها قبل كده، ولكن بنستقبلها بوعي جديد حسب الوعي اللي انت وصلت له، حسب الوعاء بتاعك اللي جاهز دلوقتي ان يستقبل. فممكن يكون في وقت من الاوقات كنت قرأت حاجات او اتعلمت حاجات، اجي اعيدها مرة تانية او اشوفها مرة تانية او اتعلمها مرة تانية، تتنزل كده بمفهوم جديد ومعنى جديد. فمن فترة كنت قرأت عن الفرق ما بين الترو سيلف والسوشيال سيلف، وازاي هي بتكلمنا وايه اللغة بتاعتها وايه العلامات بتاعتها.
فالحقيقة لما عدت تاني كده المعلومات دي وجيت استفيد منها تاني، لقيت ان في حاجات كتير جدا كنت بفوتها، كنت بطنشها، كنتش بسمع لها كويس. وكان النتيجة ان انا ما كنتش بسمع لها كويس انها كنت بتعطل، كنت بتأخر، كنت بتأخر في قرارات بتستنزفني اكتر كل ما بتأخر فيها، وكنت بتأخر في تغيير وانتقال هو اخد من طاقتي ومن وقتي كتير، رغم ان انا لو كنت خدت الخطوة دي في وقتها كانت نفسي هتكون اهدى واكثر استمتاعا. ممكن اكون كمان حافظت على مكانات وعلاقات اكتر من اللي انا اكون فقدتها لما اتأخرت. فانا حبيت اقول لكم ده، حبيت اقول ان في لغة لنفسك، مش بالكلمات، بحاجات تانية كتير. دوري عليها فيكي واستقبليها. جسمك بيبعتلك اشارات، نفسك بتبعتلك اشارات، روحك بتبعتلك اشارات. ومش بقولك الكلام ده عشان تقولي دلوقتي ايوه يلا هي القرار ده، هي ياسمين بتقول ان انا متضايقه فانا امشي، ان انا متوتره في الحاجه دي ومش بنتج فيها احسن حاجه فاسيبها ويلا اتكل على الله. فكري كويس وخدي وقتك وتأني واستفتي قلبك واستخيري واعملي كل الإجراءات، بس ما تتعطليش وما تأخريش. ولما تعرفي ان هو ده ايوه القرار الصح ما تخافيش، اطمني ان وانتي بتتنقلي من المحطة دي لمحطة تانية، هي ان شاء الله هتكون اكثر نفع ليكي واكثر تطور ليكي، وان الامان الوحيد هو مع رب العالمين ومع نواك ومع مركزية ربنا في حياتك، مش اي حاجة تانية، مش اي حاجة تانية. مش المكان ده ولا الشغل ده هو رزقك، مش الشخص ده ولا الحياة دي هي سندك، لا، في اعتبارات تانية كتير جدا وفي تفاصيل تانية كتير جدا طول ما انتي مركزيتك رب العالمين. هل معنى كده ان كل علاقة احنا متضايقين منها نسيبها ونمشي؟ لا. هل معنى كده ان كل شغل فيه شوية ستريس انا كده مش مرتاحة فيه؟ لا. خدي كل العلامات مع بعض، خدي كل التفاصيل مع بعض، واعملي ميزان عادل عن عيوبها ومميزاتها، عن راحتك، عن بس شيلي تماما من كفة الميزان بتاعك المخاوف. اطمني جدا بوجود ربنا، واطمني جدا طول ما انت ماشية بقوانين ربنا فانت في امان، واطمني جدا طول ما انت مركزيتك رب العالمين فانت موجود ليكي السند والدعم، وموجود ليكي النصر، وموجود ليكي الامان، بعيد تماما على ان ده بيجي من بني ادمين او بيجي من مجال شغل او بيجي من وجودي في علاقات. لا، هو مش في دول ليهم اعتبارات تانية وليهم نفع تاني باشكال مختلفة، لكن الامان الحقيقي والسند الحقيقي مركزية ربنا في حياتك. اسمعي لنفسك الحقيقية عشان تقدري تقيمي المحطة اللي انت موجودة فيها، تقدري تقيمي ان الانتقال ده وقته او لا.